السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في صوت أهلاوي، حلقة جديدة وتفاصيل جديدة بإذن الله. لايف مخصوص عن مدرب النادي الأهلي الجديد والمنتظر إعلانه من النادي الأهلي الأسباني خوسيه ريفيرو، المدير الفني السابق لنادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي. خلال ساعات هتلاقي النادي الاهلي المفروض بيعلن اتمام الاتفاق. المفروض ان الراجل يوقع الكترونيا خلال الساعات القليله المقبله ويصل الى القاهره الاربعاء، لانه اخر مباراه ليه المفروض مع اورلاندو هتبقى بكره باذن الله، ثم يتوجه مباشره بعد المباراه الى القاهره. يصل او تم الاتفاق على كل التفاصيل مع ريفيرو من قبل النادي الاهلي، على ان حتى الان الكلام اللي جاي لي من النادي الاهلي ان هم 5 مساعدين. الخمس مساعدين بالاسماء واللي اشتغلوا معاهم: الاسباني سيرجيو المينارا، ده مدرب مساعد وكمان بيشتغل في قصص الكشافين واكتشاف المواهب، وده برضو الراجل اتفق معاه. والاسباني كارلوس نودا باز، مدرب مساعد ومدرب لياقه بدنيه في اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي. ريان جاكوبس، رئيس تحليل الاداء السابق في اورلاندو ومساعد ومدرب ومحلل اداء في كيب تاون. الاسباني ماركوس اباد، مدرب حراس فالنسيا الاسباني. ده جهاز بالكامل ياتي مع الرجل، وكمان تم الاتفاق بشكل مبدئي ان يستمر الكابتن عماد النحاس مع الراجل في الفتره المقبله. ده الكلام اللي جاي من النادي الاهلي حتى الان. هل من الوارد يحصل تغييرات في الجهاز؟ هل من الوارد حاجه تحصل؟ المفروض ان التوقيع الكتروني هيتم في مساعد كمان لسه انا ما اعرفوش. هل المساعد ده هيكون الكابتن هو عماد النحاس على اساس ان هو المدرب العام والباقي دول كلهم مساعدين، يبقوا هم دول ال5 دول الاسماء اللي هيبقوا موجودين مع الراجل؟ طبعا بكده يرحل ميشيل يانكون. وكنا قلنا لكم ان القرار كان بعد رحيل مارسيل كولر ان ميشيل يانكون هيمشي، وتم الاستقرار انه يكون مع الجهاز الفني المؤقت وترك الحريه للجهاز الفني الجديد هو اللي يجيب الجهاز الفني الكامل بتاعه. ده بالنسبه للجهاز الفني الجديد